سلام البنات، ان شاء الله قاعد تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نوفيل فيديو كما راكم تشوفوا. اليوم عندنا هاد لي كورني المالحين، يجوا ساهلين ماهلين، توجدوهم دقيقه الاخرانيه الفطور تاعكم باذن الله. نبداو على بركه الله في لا فيديو تاعي. كما شفتوا لهنا كان عندي نص او ربع صدر تاع الدجاج، درت فيه مقله، درت حبيبه تاع البصل مع شويه تاع الزيتون اخضر هكا، وقعدت نقلي فيهم. هذاك الدجاج تاعي رحيته في الميني اشوار، قلت لكم 4 صدر تاع دجاج، يعني تخرج لك كميه معتبره. درت عليه كميه تاع الملح. اولا درنا الزيت والبصل والزيتون تاعنا، درنا عليه كميه تاع الملح وقعدت نقلب فيه كما راكم تشوفوا. دوكا نجي نضيف عليه التوابل اللي هما درت له فلفل كحل، ودرت له توم بودره، درت له قليل فقط تاع التوم بودره، ودرت له توابل تاع الدجاج وشويه تاع الكركم. هذا واش درت له البنات في لي زيبيس. نقلب هذا البصل تاعي حتى وين يدبل لي مليح مليح. من بعد نجي نحط عليه الدجاج اللي كنت رحيته. لهنا قلت لكم البنات درت الكركم تانيت، حطيت هذاك 4 صدر تاع الدجاج اللي كان عندي، نخلط كلش مليح مليح حتى وين يطيب لي هذاك الدجاج تاعي. هكا البنات نقعد نخلط فيه حتى وين يطيب لي مليح مليح. من جهه واحده اخرى حطيت حبيبات تاع البطاطا يطيبوا. الامانه فقط برك البنات، انا البوراك تاعي في الحشوه هذيك زدت له شويه فرماج، راح لي المقطع تاع الفيديو. نحكم الورقه تاعي تاع ديول هكا كيما راكم تشوفوا البنات، نقطعها هكا على 4. نجي لهنا نروليها. شوفوا هاد الحبه الاولانيه البنات كانت خاسره خاسره من الجهه الفوقانيه، شويه مقطعه هذيك الورقه تاع ديول، صافي طغيت نحيها بالمقص هكا. ونجي نرولي الورقه تاعي تاع ديول على الكورني تاعي كما راهو موضح في الفيديو، وندير له الغراء تاعنا اللي هو عباره على فارينه وماء. نغلق الحبات تاعي مليح مليح، كمل نواصل بهذه الطريقه. الامانه البنات وباش ما تلومونيش، هاد الوصفه نحضروها دقيقه الاخرانيه كيما مالفين نقليو البوراك باش يحافظونا على القرمشه تاعهم. نكونوا وجدنا الحشو على من قبل، نكونوا وجدنا كاع تيك التحضيرات، من بعد نقليو برك ونحيهم ونعمرهم ونحطوهم. هكا البنات شوفوا نبدا نقلي فيها ونقلبها على كامل الجوانب. في المرحله الاولى البنات كي نجيو باش نحطوا الحبات تاعنا نحطوها على الجهه اللي فيها الغراء اللي درناه كيف كيف باش ما تفتح لناش الحبات تاعنا. نقعد نقلب فيهم هكا حتى وين يطيبوا. كي يطيبوا نحيوهم ونديروهم على بابي سويتو، في طبسي فيه بابي سويتو ولا فيه ورق الماس اللي مصلنا كاع يتك كمية الزيت الزائدة هكا البنات. ونكمل هكا حتى ونكمل كاع يتك الحبات اللي راني حابة نديرهم. من بعد البنات هاي لك الحشوه تاعي هذيك بعد اللي طابت قلت لكم زدت لها القليل من الفرماج سائل، قيس 3 حبات تاع فرماج. ونجي نحط عليها هذيك البطاطا اللي غليناها كيف كيف، نمرسها غير هكا بواسطه فرشيطه ولا نعبزها مليح مليح. نخلط البطاطا مع هذاك الدجاج. نجي لهنا نحكم يون بوش هادوي، نعمر لابوش تاعي بهذيك الحشوه، ونجي نحشي لي كورني تاعي. وصفة سهلة واقتصادية البنات، ان شاء الله تعجبكم الوصفة تاع اليوم. هكا البنات نعمر قاعتك البوراكات تاوعي لي كورني تاوعي، وندير لهم شوية جبن مبشور من الفوق. بالنسبة هاي لك البنات هكا، وندير لهم الجبن من الفوق وشهية طيبة. ها هو البوراك تاعي يخرج ما شاء الله. اتمنى تجربوا هذه الوصفه. دوكا ننتقلوا للوصفه الثانيه البنات اللي هي لا فينيغريت او لا فينيغريت اللي نستعملوها في الشلاضه.
شوفوا البنات لهنا عندي فنجال كبير تاع الزيت مع 4 فنجال تاع الماء، 4، انا عمرت 4، ومغرفة هكا تاع لا موطارد، مغرفة ونص تاع لا موطارد، مغرفة تاع الملح، مغرفة صغيرة تاع الملح، مغرفة تاع السكر، عندي كمية تاع معدنوس، وعندي 3 مغارف خل ابيض البنات، من المستحسن خل ابيض، هكا 3 الى 4 مغارف، وكل وحده تتحكم في الحموضه اللي راهي حبتها. نجي نضيف، قلت لكم عليهم نضيفوا المعدنوس، اللي حابه تستغنى على المعدنوس تقدر ديرها بلا معدنوس، ونضيفوا فص ولا 2 تاع الثوم هكا، ونجو نحكموا البغا تاعنا نحبطوه حتى لتحت، ونبداو نميكسيو في لا فينيغريت تاعنا 5 دقائق، نميكسيوها 5 دقائق وراهي واجده كيما اللي تتباع في المحلات. هكا البنات شوفوا القوام تاعها كيفاش تجي بنينه ما شاء الله، قلت لكم تجي كيما تاع المحلات. هنا راهي وجدت المايونيز تاع لا فينيغريت تاعي، نجي لهنا نعمرها في قرعه، والوصفه تاعي راني كملتها. انا لهنا البنات لحقت لاسوي تاع الفيديو، نقول لكم ما تنساونيش بجام ابوني، فعلوا لا كلوش يلحقكم كاع جديد تاعي. نقول لكم الى اللقاء.